ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا في فيديو جديد عربيه مميزه قوي، المرسيدس الجي ال سي 200. هنتكلم عن كل التفاصيل من بره ومن جوه، يلا بينا. نحب نشكر معرض ايست جيت اوتو ان هو خلانا نعمل الريفيو للجي ال سي، وكمان المعرض ده بيبيع عربيات جديده وكمان تقدر تستورد عربيات من عن طريقه. الجي ال سي اللي معانا دي موديل 2023 تاني جنريشن منها. اللي قبله كان نزل كان شكله حلو جدا ومختلف، وفي براندات كتير قوي مشيت ورا شكل العربيات ده. تاني جنريشن مختلف تماما من بره ومن جوه، حاجات كتير مختلفه وهتعجبكم جدا. اتفرجوا معايا لاخر الفيديو عشان في شويه اوبشنز جميله جدا جوه العربيه هنتكلم عليها. طيب هنتكلم على وش الجي ال سي. اول حاجه زي ما انتم شايفين العربيه اتغيرت جدا من قدام. العربيه بتيجي بالفوانيس الديجيتال لايت دي، بصراحه فوانيس شكلها حلو قوي وبتنور طبعا نور مش طبيعي. والشبكه الجديده بقى زي ما انتم شايفين الشبكه بقت كلها العلامات النجمه دي، شكلها حلو جدا. وعلامه المرسيدس بقت سيمليس كده، كانت زمان كانت بتبقى بارد. طبعا في علامه مرسيدس هناك فوق على الكبوت عشان تتاكد برده ان هي مرسيدس. دايما المرسيدس بقت تعمل الحركه دي. والاكسدام بقى الاي ام جي الشكل الجديد ده زي ما انتم شايفين، وفي فتحات جد مش فتحات فيك. انا بصراحه بحب الحاجات دي كلها. الفتحات الفيك دي ما بتمشي هوا، بتدخل هوا عند الكاوتش عشان تبرد الفرامل والكلام ده كله. بصراحه العربيه من قدام شكلها تحفه وجميله جدا، حتى لو انت جبتها افنجارد او الاي ام جي. طيب نتكلم على جنب العربيه. زي ما انتم شايفين العربيه ضخمه. العربيه اصلا طولها 4 متر 70 وعرضها متر 80. طبعا الارقام دي تقريبيه يعني. العربيه شكلها حلو وضخمه جدا، ده كمان هيأثر على المساحات من جوه. العربيه بتيجي بجنط الاسود، جنط 20 وكاوتش 255 45، فايل تخين بس بتحتاج برضو ان انت تبقى مخلي بالك وانت ماشي. طبعا العربيه عاليه من على الارض عشان هي تعتبر ان هي عربيه اس يو في، وان هي فورماتيك، فان هي 4 باي 4 بيبقى فيها السبيكس والاوبشنز ان انت تقدر تخش اوف رود والكلام ده كله. طيب وجنب العربيه اول حاجه باخد بالي منها ان هي العربيه دي بتيجي بكاميرات 360. كاميرا موجوده عند المرايه هنا اهي، فهي عربيه طبعا هتلاقيها سهله جدا في الركب، مع ان هي عربيه كبيره واكبر من الجي ال سي اللي هي الجنريشن الاول. كمان زي ما انتم شايفين العربيه بتيجي بالروف بارز السودا والتريمز كلها السودا، كل ده بسبب ان هي عربيه اي ام جي. المقابض البيبان كمان بتيجي كروم، فيها كيلس انتري، فهي مليانه اوبشنز. هي عربيه فولي لودد، فطبيعي جدا ان انت تلاقي فيها كل السبيكس اللي انت محتاجها. طيب نتكلم على ظهر العربيه. زي ما انتم شايفين شكلها اتغير تماما، العربيه بقت اعرض من الجنريشن الاول. زي ما انتم شايفين الفانوس الجديد دلوقتي بقى ارفع، والليد اللي فيه شكله حلو جدا. العربيه بصراحه شكلها ملفت جدا وهي ماشيه في الشارع. وعلامه طبعا فورماتيك ان هي عربيه اول ويل. علامه المرسيدس الكروم، فهي طبعا هي نايت باكج واي ام جي، بس الحاجات دي كلها بتيجي كروم. تيجي طبعا بالفول سنسورز، والكاميرا بتنزل من تحت العلامه من هنا. الاكسدام بيجي للاسف فيه الشكمانات الفيك، برده مش حاجه لذيذه قوي في مرسيدس، وعامه مرسيدس الجديد كله بقى كده. هي شكلها حلو عشان فيها دايره الكروم دي، غير كده هي شكلها عادي يعني. طيب هنخش نفتح بقى الشنطه دي بتاعتها كهرباء طبعا. لو فتحناها طبعا شنطه ضخمه قوي، تيجي بالزرارين. اللوك ده انت بتقفل العربيه وبتقفل الشنطه، تقفل لوك العربيه كامله، او ان انت تقفل الشنطه بس. حجم الشنطه ضخم جدا 600 لتر. طبعا الشنطه ضخمه، ده كده انت لسه ما نزلتش صف الكنبه الاولاني، لما تيجي تنزله تبقى ضخمه جدا ومكسره طبعا 1600 لتر ان انت تبقى مستريح. العربيه كمان الشنطه بتاعتها بتيجي اللي هي السكوير شيب ده زي ما انتم شايفين، فكل ده بيبقى مريح وانت بتحط الشنطه، او بتخلي الشنطه كلها مليانه يعني، ومفيش اللي تبقى رخمه وانت بتشد الشنطه وبتطلعها. لا الموضوع ده هيبقى مريح بالنسبه لك. بس خلي بالك العربيه عاليه قوي، ده اللي ممكن تبقى مشكله. بس كمان جايه فيها حوار الالكتريك ريليز ان انت تنزل الكنبه اللي قدام. خلي بالكم الموضوع ده حلو جدا في ايه بقى؟ لما بتنزل الكنبه دي الكرسي اللي قدام خالص بتاع السواق او بتاع الباسنجر بيتحرك عشان يبعد، عشان ما يخبطش. تخيلوا بقى لو ما باجي افتح كده بتلاقي الكرسي طلع لقدام، كل ده عشان برده ما فيش حاجه تخبط في بعضها. لو فتحنا بقى الحته اللي تحت دي طبعا ممكن يبقى فيها ستورج ضخمه جدا، بيجي معاها طبعا الكمبريسور بتاعها، الاوبشنز اللي هي جايه مع العربيه زي البوكس عشان تلم الحاجات في الشنطه. العربيه دي كفاميلي يوز ممتازه جدا. طيب تعالوا بقى نجرب القعده ورا في الجي ال سي. نقفل الباب بس كده عشان تسمعونا. طبعا صوت الهواء بره عالي قوي للاسف، ميعاد وحش ان احنا نصور، بس ما علينا مش مشكله. تعالوا نكمل بقى واحده واحده. طبعا العربيه من جوه لوكسجريس جدا، عربيه فخمه جدا من جوه. القعده تعالوا نبدا واحده واحده. القعده ليج روم تحفه، هيد روم ممتازه، انا قاعد مرتاح قوي. الليذر طبعا كل الماتيريال جامده وباينه ان هي فيها كواليتي عاليه قوي. فيها فتحه هنا ان انت تقدر تحط فيها حاجات في ظهر الكرسي تحسها زي بتاعه الطيارات كده. السماعات فيها بلومستر، فيها كمان سخانات في الكنبه اللي ورا تقدر تجربها من هنا. طبعا الفرش والسوفت تاتش في كل حته،
تقدر تشوفه في كل حته. فيها الارم ريست ده، كمان الارم ريست بتيجي تفتحه ممكن تحط موبايلك، دي اول فتحه. مش عارف افتح الكاب هولدر، بس هي فيها كاب هولدر يا جماعه. ما علينا في الموضوع ده. فيها فتحات التكييف نفس الشكل فتحات التكييف اللي قدام. على فكره مش كل العربيات بتعمل كده، ساعات بيخلوا الفتحات التكييف اللي ورا بتبقى شكلها عادي جدا، وتقدر تتحكم في التمبريتشر وعايزها تيجي من الوش ولا من الرجل. انت عندك هنا خاصيه ان انت تتحكم في كل حاجه للتكييف اللي ورا غير الزون اللي قدام، فدي حاجه حلوه. كده التكييف بتاع العربيه 4 زون، كل واحد بيقدر يعمل التكييف بتاعه، فدي برده اوبشن حلو جدا في العربيه. العربيه طبعا بتيجي بسقف بانوراما كبير جدا ضخم بصراحه، فتح قدام، وهنجرب الموضوع ده لما نطلع قدام. العربيه كمان انا واخد بالي ان هي مليانه ايرباجات، يعني انا في ايرباج في القايم اللي جنبي هنا غير الايرباج اللي قدام، غير طبعا الايرباجات اللي على التابلو. فالعربيه طبعا فولي لودد، اوبشنز كلها، ما اعتقدش انت ممكن تحتاج حاجه ثانيه. تخزين اللي في العربيه زي ما بقول لكم، في كاب هولدر في الارم ريست، في كاب هولدرز او اللي هي فتحه اللي عند الباب ضخمه جدا. لا العربيه نقدر نقول ان هي ورث الفلوس بتاعتها. طيب خلي بالكم، احنا دلوقتي بنقول ان القعده اللي انا قاعد هنا او هنا بيبقى مرتاح، بس زي ما انتوا واخدين بالكم ان العربيه فيها نفق فتيس كبير قوي. العربيه اصلا فورماتيك او اللي هي اول ويل. لو انا دخلت قعدت هنا برضو انا هتلاقي رجلي الاثنين دول زانقين على اللي جنبي هنا، اللي قاعد في النص مش هيبقى مرتاح قوي، غير ان هي عاليه شويه. طبعا الهيد روم بتاعتي كويسه والليج روم لذيذه، بس انا مش قادر اقفل رجلي وان هما الاثنين التانيين يبقوا مستريحين، فدي ممكن تبقى هي بقى العيب الوحيد اللي في القعده اللي ورا. تعالوا نتكلم بالتفاصيل بقى، التفاصيل عن العربيه دي عشان هي مليانه حاجات بصراحه ممكن نقعد ساعه نتكلم فيها، بس انا هحاول اقلل لكم الوقت على قد ما. طيب احنا هنتكلم على كواليتي العربيه. فيها سوفت تاتش مليان في كل حته، تابلو وكل حاجه. بص الحته دي الوحيده اللي ممكن تحس ان هي غريبه شويه عن كل التابلو والماتيريال المختلفه اللي في العربيه. العربيه طبعا بتيجي ببيانو بلاك زي ما انتم شايفين، وشاشه كبيره 16 انش، والعداد اللي هو الشاشه برده تقدر تتحكم فيه، وهنتكلم عن الشاشه والعداد واحده واحده بعد ما نخلص كل حاجه. العربيه كمان بتيجي بتون الجديد او الستيرنج ويل الجديده من مرسيدس، اللي هي بيقولوا عليها الشوكه، او اللي هي فيها فتحتين كده حلوين جدا. العربيه بصراحه الديكسيون ده الاي ام جي حلو جدا، وبيبقى كمان الهابتيك تاتش فيه حلو، هو ريسبونسيف قوي وسريع، ودي حاجه حلوه لازم تتعود عليه. يعني بعد فتره، بعد ما بتسوق كده شويه بالعربيه تبدا تتعود عليه، لكن بالاول مش هتحس ان انت متعود عليه. طبعا بتيجي بالبادل شيفترز، وكمان بتيجي بالفتيس اللي هو الطبيعي اللي هو بقاله سنين خلاص في مرسيدس هنا، بس الكواليتي مش احسن حاجه في الدراعات دي، عشان برضو نقدر نقول ان في حاجه مش كويسه في العربيه. كمان تقدر تيجي من هنا بقى المساحات والنور وكل حاجه زي اي مرسيدس، اللي تقدر تفتح النور من بكره من هنا من على الشمال. بتيجي بالسماعات البلومستر زي ما احنا قلنا، اتوقع ان الصوت هيبقى حلو جدا. فتحات التكييف تقدر تتحكم فيها طبعا ان انت تقفلها بالطريقه دي. كمان الامبيانت لايت اللي هو بيجي في العربيه كلها 64 لون، بس طبعا احنا بنصور العربيه الصبح فمش تقدر تشوفه. بيتغير بقى انت وانت بتغير التكييف، او انت بتشغل مثلا سيتنجز مثلا بتظبطها سبورت او بتظبطها ايكو، تلاقيها بتقلب اخضر او تقلب اللي هو سبورت اصفر بقى، وتقلب لك العداد والكلام ده كله، او احمر. فالعربيه مليانه اوبشنز حلوه جدا ان انت تبقى قاعد في الكونسول او اللي هي قاعد جوه العربيه مستمتع. هنتكلم بقى على السبيس او مساحات التخزين اللي العربيه قدام. زي ما احنا قلنا اللي ورا مساحتها التخزين كويسه، العربيه زي ما انتم شايفين بص الحته دي فاضيه قوي، يعني مستريح نفسيا اساسا. لو انت تيجي فتحتها هنا هتلاقي فيه 2 كاب هولدر، وهتلاقي فيه فتحه تايب سي، وكمان وايرلس تشارجر للعربيه. ولو دوسنا الزرار ده في بقى اللي هي الارم ريست اللي هنا، في فتحتين برده تايب سي، يعني تخيلين في 3 غير الوايرلس تشارجر. فتحتها كبيره طبعا، مرسيدس بتفتح 2 كده، فبتلاقي فيه مساحه تخزين حلوه جدا. الجلاف بوكس برده حلو ومساحته كبيره، نقدر نبص عليه برده سريعا، هو حلو. وكمان مساحات التخزين في الباب كبيره قوي، خصوصا ان انت هنا زي ما انتم شايفين في الفكره زراير الازاز والمرايات برده لونها سيلفر كده وحلوه، بس هي تحسها طايره، فمديه مساحه تحتها ان انت تقدر تحط ازازه ميه كبيره كمان، غير الحاجات بتاعتك مفاتيح بقى والكلام ده كله. طيب العربيه كمان طبعا هي واخده البرسوناليتي بتاعتها او شخصيتها من السي كلاس، هي اصلا جي ال سي العاليه او الاس يو في. بتيجي التابلو بتاعها اللي هو شبيه بالكربون فايبر، كواليتي حلوه جدا وملمسه لذيذ، ده هتلاقيه برده في حته نص التابلو تقريبا. العربيه كمان بتيجي بالهيد اب ديسبلاي بتاعها، انا شايف قدامي دلوقتي مثلا ان هي على الازاز في علامه السرعه، ولو انت جبت سبورت بتلاقي برده في كذا حاجه تقدر تبقى شايفها في الهيد اب ديسبلاي. كمان ممكن لو مثبت سرعه، انا شايف ان في ليميت، او ان انت لو عايز تظبط مثبت السرعه كمان، ده كل ده موجود انت شايفه على الازاز قدامك. طبعا العربيه بالسعر ده اكيد هتلاقي فيها الكلام ده. طيب تعالوا بقى نتكلم بالتفاصيل واحده واحده على الشاشتين دول. مليانين اوبشنز. اول حاجه اصلا بتلاقي زراير برده هابتك تحت، اول ما بتدوس عليها بتلاقيها طبعا بتجيب لك حاجات كتير.
وكميه اوبشنز مش طبيعيه. في زرار هنا تحسه بصمه زي بتاعه البلاك بيري كده، ده لذيذ جدا. لما بتعمله تقدر بقى تشغله، بتاكتفه، بيجيب لك البروفايل بتاع السواق. يعني انا دلوقتي ظبطت كل الاوبشنز عليا، كراسي والكلام ده كله والشاشه والبلوتوث والكلام ده كله. لما بركب العربيه بحط بصمتي على الزرار ده، تبدا تعمل لي البروفايل بتاعي. لو دخلنا بقى على الشاشه دي مليانه حاجات يا جماعه، طبعا الميديا والراديو والابلكيشنز والكلام ده كله. طبعا هي الكار بلاي بيشتغل في العربيه دي. ولو انتوا شايفين في زرار مختلف تماما مش هتلاقيه في اي مرسيدس، لازم تلاقيه بس في عربيات المرسيدس العاليه اللي هو الاوف رود. ودوسنا على الاوف رود ده بتلاقي فيه بقى ان هو بيشرح لك كل الديتيلز بتاعه العربيه. طبعا الحراره بتاعه الكاوتش، البرفورمانس او اللي هو الباور والتورك اللي انت بتستخدمه، اسلوب بقى ان انت مثلا دلوقتي العربيه، بصوا احنا طبعا العربيه اصلا واقفه في معرض، فهي عامله كده زي ما انتم شايفين نيجاتيف 5% او 1% هي العربيه مايله، هو بيقول لك. وطبعا كمان البوزيشن بتاعك بالظبط موجود هنا زي ما انتم شايفين، اللي هو الكوردينيشن اللي انت تقدر تجيبها من على جوجل مابس. وطبعا بتقدر تفصل بقى التراكشن من هنا، تخليها مانيوال، هيل اسيست تقدر تظبطه. وفي حاجه اسمها برده في اوبشن حلو قوي في العربيه دي، بصوا لو دوسنا على الزرار ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريكورد الرود اللي انت ماشي فيه قدامك بالظبط، عشان لما يخش تحت العربيه تقدر تشوف. خايلين يعني هي بص، هي دلوقتي شايفه العربيه، شايفه اللي قدامنا بالظبط. لو اتحركنا هتلاقي هي صورت كل ده، وده اللي ماشي تحت العربيه. انا منبهر، انا منبهر قوي. طبعا كل الناس قاعده تتفرج مصدومه دلوقتي، وانا مصدوم زيكم بصراحه. ممكن نقول كمان ان التكييف طبعا 4 زونز، فانت بتيجي تغير التكييف ده بتلاقي اللون ده اتغير، لو تغير التكييف ده تلاقي اللون ده اتغير. لا العربيه مليانه اوبشنز غريبه. وان انت تقدر برضو تطلب منها ان انت لو في جاز ستيشنز او عايز بنزينات او عايز باركنج الكلام ده كله. بس ما اعتقدش الموجود ده ممكن يشتغل في مصر قوي يعني. فيها بقى طبعا اللين كيب اسيست والستيرنج اسيست والبارك ترونيك، فيها كار ووش مود، فيها الهيد اب ديسبلاي، فيها مليانه اوبشنز حلوه قوي بصراحه. العربيه الانفوتيمنت سيستم بتاع مرسيدس تطور جدا. وجهه نظري ان كان دايما بي ام دبليو هو الانفوتيمنت سيستم البيرفكت او اللي هو الممتاز، لا دلوقتي المرسيدس هي بصراحه السوفت وير بتاعها احسن بكتير. طيب تعالوا بس بصوا كمان نرشح لكم سريعا الكار ووش مود ده ايه. لما بتدوس عليه بتلاقي بقى ان هو بيقول لك ان هو هيقفل المرايات، هيقفل الازاز كله والسقف كله، هو بيطمن ان العربيه مقفوله. بيخلي طبعا السنسورز والكلام ده كله بيفصله، يخلي الرين سنسور كمان يفصله عشان طبعا الميه العربيه تتغسل. مساحات كمان بيظبطها، بيقفلها او بيحطها في مكان ان هو ما تتكسرش، لو المكنه اللي انت داخل تغسل بيها دي ما تكسرهاش بطريقه معينه. بتدوس اكتيفيت بتلاقي كل ده اتعمل لوحده، وان هي بتبقى جاهزه ان هي تتحرك في المكان اللي هي هتتغسل فيه. طبعا اوبشن برده حلو قوي في العربيه. وكالعاده طبعا الاوبشنز دي كلها مش هتيجي الا لما يبقى فيه الكاميرا ال 360. طبعا عايزين نتاكد، هنجيب العربيه على الار تلاقي العربيه فيها الكاميرا ال 360، وكمان مديك الكاميرا اللي على الجنب. خلي بالكم العربيه دي كمان فيها اوبشن حلو قوي، بتقدر تعمل ريكورد. بص طبعا انتوا بتختاروا تختاروا الكاميرات، انتوا عايزين تشوفوا العربيه بالظبط. بصوا قدام قوي، قدام ورا كمان، شمال، يمين. وفيها كمان ان هي تقدر تريكورد اللي حواليك. والعربيه على فكره وهي معمول لها لوك، العربيه دي عامله زي التسلا، بيبقى فيها ان هي تقدر تريكورد الكاميرا عشان لو حد بيحاول يسرقها او يعمل حاجه بتقدر تعمل ريكورد للكلام ده كله عن طريق الكاميرات ال 360 اللي حواليها. طيب عداد اللي قدامنا بقى زي ما انتم شايفين عداد كبير قوي، مليان الاوبشنز الحلوه ان انت تقدر تغير برده في الشكل بتاعها. وكمان خلي بالكم بيغيروا معاها بيغير الشاشه الكبيره اندرستيتد مثلا. بصوا بيخلي العربيه برده تديها ثيم مختلف الكلام ده كله. بتقدر برده تشوف لو في هو الاسيستنس ده ان انت لو فيها بريك اسيست او الكلام ده كله. اوف رود بص برده هنا خليها زي ما انتم شايفين السلو ستيشن بتاع الدريكسيون بيقول لك برده انت لافف قد ايه. والكومباس كمان، طبعا انت راجل دلوقتي بتنزل الاوف رودنج وتنزل الصحراء لازم تبقى عارف انت الشمال فين والجنوب فين. فكل ده العربيه فيها بصراحه اوبشنز مش طبيعيه. العربيه طبعا بتجيب كرسي كهرباء كامل متكامل، تقدر تظبطه زي ما انت شايف كده، تحرك كل حاجه، حتى الحته دي كمان تقدر تحركها زي ما انت شايفين، تجيبها لقدام كمان تجيبها لورا. بس هي الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه في الظهر، بلاستيك كده رخم شويه، بس غير كده الكرسي حلو ومريح. خلي بالكم في اوبشن حلو قوي في العربيه دي، هحاول اجيبه لكم دلوقتي، ان هو بيظبط السيتنج بوزيشن للعربيه اوتوماتيكلي. يعني انا دلوقتي الهايت هقدر احطه ان انا مثلا 180 سم واقول ستارت بوزيشننج، فتبدا بقى العربيه تظبط الكرسي وتظبط الدركسيون على فكره برده كهرباء زي ما انتم شايفين، بيقدر يتحرك فوق وتحت. ظبطت الكرسي على السيتنج بوزيشن بتاعي اللي هو طولي. طبعا انا لو مثلا لو انا 145 سم فهي كده مقتنع ان انا 145 سم، وان هو بتظبطني ان انا هسوق كده. هي شايفاني ان انا 140 سم يعني 145 خلاص. بص
كده انا سايق كويس. زي ما انتم شايفين الموضوع لذيذ قوي. نتكلم بقى على السقف بتاع العربيه بتيجي بالسقف طبعا بانوراما كبير، في نفس الوقت سان روف، فهنا بيجي هابتك تلاقيها فتحت خالص. تخيل بقى البانوراما وفي نفس الوقت السقف كله بتفتح كده بس حلو قوي حلو قوي. طيب نتكلم بقى على موتور العربيه دي. الموتور بتاعها بيجي 2000 تربو. الموتور ده بيجي بقوه 248 حصان و400 نيوتن متر. طيب حد يقول لي مثلا ان هي ضعيفه بالنسبه ان هي عربيه ضخمه ووزنها عالي جدا والكلام ده كله. لا، العربيه دي الموتور بتاعها تمام، وبسبب كمان بالذات الفتيس بتاعها. العربيه دي بتيجي بفتيس اسمه 9 جي ترونيك. الفتيس ده 9 نقلات. العربيه في نفس الوقت بتوفر بنزين لو انت ماشي في الطبيعي او في الكومفورت، في نفس الوقت ان انت لو قررت ان انت تجري بالعربيه او ان انت تدوس بالعربيه هتلاقي الموتور كويس بالنسبه لحجم العربيه. العربيه كمان بتيجي باللي هي الفورماتيك او العربيه اول ويل درايف، عشان كده زي ما بقول لكم ان هي فيها الاوبشنز بتاعت الاوف رود وان انت تقدر تخش بيها الصحراء والكلام ده كله. هي عربيه لكجيريوس قوي مش ان انت تخش بيها الصحراء، بس لو انت قابلت طريق مكسر او مدق او الكلام ده كله العربيه دي هتقدر تسعفك، حتى لو انت معاك الفول فاميلي والشنط معاك 5 في العربيه الكلام ده كله، العربيه مش هتبقى واطيه ان انت تبقى مقدر بيه. فطبعا لا، الموتور بتاعها بتاع مرسيدس ده حلو جدا. بيجي برده معاه اللي هو الاي كيو تشارج، ان انت لما بتيجي تدورها حتى كمان بتساعد في الدواره، بيلد اب التربو لاج بتاع العربيه. فالاوبشنز دي كمان كانت حلوه، وكنت عملت قبل كده المرسيدس السي 180 وشرحت بالتفصيل الموتور الكهرباء الصغير ده بيعمل ايه. بروح اتفرجوا على الفيديو ده بس. وده كان الريفيو بتاع الجي ال سي ال 200. وحابب برضو اشكر المعرض الايست جيت اوتو ان هو خلانا نعمل ريفيو للعربيه دي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للفيديو ده، واستنوني فيديوهات تانية. يلا مع السلامه.